الجيش المغربي يدمر جميع العربات والدبابات التابعة للبوليساريو بالمنطقة العازلة في الأشهر الأخيرة، ويخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة في صفوف تنظيم الانفصالي البوليساريو. وعلمت مصادر إعلامية مطلعة من داخل مخيمات تندوف أن الجيش المغربي خلق موجة من الغضب والخوف والرعب في نفوس قيادة البوليساريو بعد أن دمر عددا كبيرا من العربات العسكرية والدبابات التابعة لعصابات البوليساريو بالمنطقة العازلة القريبة من خط التماس مع التراب الجزائري، ما مكن من تحييد العدو الجزائري أو البوليساريو الجزائرية. وحاولت عصابة البوليساريو تنفيذ هجمات على خط الدفاع، ما جعل القوات المسلحة الملكية المغربية في مناسبات عديدة للرد بكل قوة وحزم